إن الله بالغ أمره قد جعل لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. بسم الله توكلت على الله ورشحت نفسي كابن من أبناء نادي الزمالك، رغم أنف أي حاقد أو دخيل على نادي الزمالك. بتشرف إن عندي حظ إن أنا أكون ابن من أبناء نادي الزمالك المتواجد يوميا وسطيكم، حتى لو أنا مش في منصب مجلس الإدارة. بتشرف ابن هرم من أهرامات نادي الزمالك اللي ورثني حب أعضاء نادي الزمالك المحترمين المستشار جلال إبراهيم. بتشرف إني واقف ورا أهرامات راجل محترم، محترم بمعنى الكلمة. كنت عضو مجلس إدارة تحت السن في 97 ل 2001، وزميلته في كل الانتصارات وكل الإنشاءات. راجل محترم احتوانا وكان بيمكننا ان احنا نشتغل. راجل كان اب بالنسبه لي هو الدكتور كمال درويش. الدكتور كمال اللي حاجه تقول ان هو راجل محترم ويأكد عليها رغم ان هو نازل انتخابات، انه بيستبعد احد الاشخاص اللي بيتجاوزوا في حقي، وده بيؤكد اللي قاله الدكتور كمال. احنا جايين نخدم نادي الزمالك الاخلاق، الاحترام، الثوب الابيض، بس باللي انا بقوله. مفيش حد تاني هيعلمنا يعني ايه نادي الزمالك. زميلة الدكتور كمال ورثنا يعني ايه نعمل انجازات في النادي، وبشرف اللي قاعد ورا هرم بجد. زميلي في مجلس الاداره واخ كبير ليا ومحترم، اختلفت معاه واختلف معاه المستشار جلال ابراهيم عشان اللي عايزين بس ان احنا نفضل كده متخاصمين على طول، ولكن رغم الخلاف والخلاف الشديد ابيض من قلب مرتضى منصور انا ما شفتش. يا ريت نتخانق بصوت عالي، ما يكونش صوت هادي ويخونوا ويأذوا. انا مش غريب عليكم عشان بقول للناس بس اللي بيقولوا امين احمد جلال. انا بتشرف ان انا ابن من ابناء نادي الزمالك حتى وانا مش موجود مجلس الاداره. بقول للناس اللي عمرها ما دخلت النادي غير في وقت معين، اللي كانوا بيروحوا يتفسحوا وانا بقعد معاكم في المناسبات والاعياد، وبقول زي ما علمني المستشار جلال ابراهيم احنا مالناش حياه خاصه. احنا سايبين يومنا عشان بنحب اعضاء نادي الزمالك، احنا خدامين لاعضاء نادي الزمالك المحترمه، مش اللي بيحاولوا يسيبوا وبيحاولوا يهينوا نادي الزمالك ويتعرضوا لشخصنا واسرنا. احنا جايين نخدمكم على قد ما نقدر، وحتى لو ربنا ما وفقناش هتلاقونا موجودين، لان الزملكاوي بجد، الزملكاوي اللي حاسس بقيمتكم هو اللي يفضل مكمل معاكم، حتى لو مش هو مجلس اداره يفضل تشوفوه. نفسي الجمال ده كله والشعار المحترم ما بين الاهرامات اللي انا واقف وراها يفضل على طول. بيدوا نموذج للانديه الثانيه، بيقولوا لهم قد ايه اهرامات نادي الزمالك لاجمل وارق واحسن جمعيه عموميه في تاريخ الانديه هي اعضاء نادي الزمالك المحترمه. انا مهما عملت ومهما خدمت لن اوفي حق اعضاء نادي الزمالك. اللي بيعيبوا عليا اني بخش على اعضاء نادي الزمالك بالاحضان والقبلات، بقول لهم انا نفسي ابوس ايد كل واحد في اعضاء نادي الزمالك. كل واحد حامل كلمه نادي الزمالك شرف ما بعده شرف. انا بشكركم وبشكر المستشار مرتضى منصور
اللي من زمان هو بيقول انا يشرفني ان احمد جلال ابني يبقى معايا. بتشرف ان ضمن قايمه محترمه بنحترم كل المرشحين. كل المرشحين اللي داخلين اللي بيحترمونا بنقدرهم واخواتنا، وحتى لو ربنا وفقهم احنا واقفين وراهم. لان هم ممكن يبقوا افضل مننا كمان. كلنا ولاد نادي الزمالك، وحتى لو خلصنا الانتخابات وما بقناش هنقعد كلنا مع بعض، بس عشان احنا ولاد نادي الزمالك مش دخلاء. انا بتشرف معايا ناس محترمه، معايا ناس كلهم ولاد نادي الزمالك. احمد مرتضى عمري ما فكرت فيه ان هو راجل كويس عشان ابن المستشار مرتضى منصور. احمد بجد راجل كويس محترم متربي في النادي وهو صغير شايفه بعينيا، بيطلع سنه عن سنه وبيثبت وجوده زي ما قال الدكتور كمان. مش هتكلم عن واحد وانتوا رمز، ما هو التوريث ده يا ريت كلنا نعلم ولادنا نحب النادي الزمالك ونخدم اعضاء نادي الزمالك، ده شرف مع بعض اهو شرف. مصطفى سيف العماري اللي اتعلم حب نادي الزمالك واعضاء نادي الزمالك، رجل اعمال وليه فكر وليه علاقات رغم صغر سنه. مش هقدر اتكلم عن واحد عمل انجازات في الدوري مع نادي الزمالك وافريقيا ومنتخب مصر، كابتن احمد سليمان اللي بيخدم اي حد يروح له وهو مش عضو مجلس اداره. بتكلم عن الصحفي المحترم اللي بياخد حق نادي الزمالك في التلفزيونات وفي الاعلام رغم ان في ناس كتير بيتخاذلوا ان هم يقفوا معاه. المعروف ليا وللناس الاستاذ المحترم محمود معروف. هتكلم على اخويا ابن بيت عقبه اللي شرفت بيه صداقه، وقلت له يا مصطفى لو ربنا وفقك انا واقف في ظهرك. راجل محترم بيثبت وجوده شغال في النادي، اخويا وصديقي الدكتور مصطفى عبد الخالق. مش هقدر اتكلم عن واحد تاريخ عيلته في نادي الزمالك معروف، عمل حاجات كتير للنادي وخدم الناس كلها، مهذب محترم اخلاق، واقف ورا قايمه وبيدافع عنها اكتر ما بيدافع عن نفسه. اخويا وحبيبي سيد متولي. واخيرا الراجل المحترم الدكتور العظيم المحترم اللي تفضل ووافق انه ينزل معانا عشان خاطر يفيد نادي الزمالك في الامور الماليه. يعني انا بصراحه مش عارف، انا بشكرهم وبشكر الاستاذ مرتضى منصور ان هم اتشرفوا وخدوني معاهم اخ في قايمه محترمه عايزه تخدم نادي الزمالك. انا مش قلت عندي ان انا اوفق او ما اوفقش، ده بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ولكن بقول حان الان لعوده الاحترام. الناس اللي بيجالوا من سمعتنا وبيحاولوا يتخانقوا معانا وبيجرونا المشاكل عشان ننزل هذا المستوى، مش هننزل هذا المستوى. احنا ناس كبيره ولاد ناس ومحترمين واتعلمنا الاخلاق من اعضاء نادي الزمالك المحترم. اتمنى ربنا يوفقنا ويوفقنا في برنامج قايمه الاستاذ مرتضى منصور، نقدر مع بعض وبايدينا نعمل حاجه. نجح الاستاذ مرتضى منصور، نجح الدكتور كمال دردويش، اي حد، احنا واقفين مع نادي الزمالك. انا بشكركم بجد، وبقول لاي حد عايز ينام من نادي الزمالك اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا منها سالمين، واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. نشكر المستشار احمد جلال ابراهيم.